السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصدقاء شخير وياكم حد الطائر. رجعنا لكم فيديو زرباوي جديد. طبعا شباب انتشرت بالفترة الأخيرة تعليقات او ما شفتوا مثل ما شفتوا بالفترة الأخيرة صار ستوري بيني وبين ابو عطوان. ابو عطوان نشر ستوري وراح اراويكم اياه. هسه الستوري اللي لحق عليه لحق واللي ما لحق ارجع اراويكم اياه واقرا لكم اياه. فهذا الستوري شباب ثواني. هذا الستوري كان من حسابه هو الشخصي، ما اعرف اذا مبين بالكاميرا ما ادري. لا المهم هذا الستوري حقرا لكم اياه اني. يقول: اصدقائي احبتي، لم يعد حيدر الطائي مدير اعمالي ولا له علاقه باي شيء يخصني بعد الان، مع تحياته له. لذا أنوه لو لديكم أي رسائل أو أشياء خاصة يرجى فقط إرسالها لي لو أحد أصدقائي كاظم الموسى وعلي جاسم. تحياتنا لهم للولد الشباب الطيبة. كنا نتمنى حضورهم ويانا بس ما موجودين هم. المهم أني طبعا كنت ما أدري بالموضوع لأنه كانت عندي ظروف خاصة، فورا ما شفت الرسالة مالته أو بعد المناقشات اللي صارت توصلنا للحل انه حراويكم شنو هسه الاسباب خلتني انا انشر ارجع ستوري. نشرت بحسابي على الانستغرام، طبعا اللي متابعني على الانستغرام يعرف. ثواني. نشرت انا هذا المنشور تمام، موجود على الانستغرام، اللي يحب يشوفه موجود انا اشر على الانستغرام عام. كتبت: تنويه حبايبي، انوه على انقطاع جميع العلاقات بيني وبين اليوتيوبر المدعو علي ابو عطوان. حلو، وليس هنالك اي علاقة تربطني به لا من قريب ولا من بعيد. بين قوسين ركز: لا اعرفه ولا يعرفني ولا يخصني اي شيء يسوي. لذا اقتضى التنويه ويرجى عدم مراسلتي باي شيء يخص هذا الانسان. تحياتي للجميع، حد الطائي. طبعا اغلبيتكم شفتوا التعليقات بقية الصفحات، واغلبيتكم قامت تراسل ناس مو يم الموضوع، قامت تراسل علي جاسم، قامت تراسل كاظم الموسوي، قامت تراسل متابعين مجرد موجودين بالبث. امثال والله منو ذاك اليوم قال لي طبيت راسلت بوني والبنيه اللي اسمها ملاك وغيره. المهم واصلا التعليقات اللي انا الرساله او المنشور لما نشرتها على انستغرام او على اليوتيوب قامت كلها تكتب دراما، وهاي يا جماعه الدراما ما يتعبون زين، ما يملون جماعه الدراما ابد. الله ربهم هاي حياتي العايشيه اما دراما. المهم بما انه الموضوع صار بمعلومات مغلوطه وقامت تنشر اقوال واكاذيب، فكان من واجبي انه اطلع وابرر للناس اقولهم انه شنو الاسباب وشنو هو الخلاف اللي صاير حتى ادت الى هاي القصه اللي صارت. ما اريد تنشر معلومات مغلوطه. اغلبيتكم جاي تسمعون اشاعات ومعلومات مغلوطه انه هيك ما ادري شنو كذب خريط. حبيبي مصطفى، اذا تظل تلغي بالحكي راح اتبلعك ميوت طول البث، فلا تظل تمصرم بالحكي. المهم فاللي صار باختصار انه بكل وضوح، بعيدا عن الكذب، بعيدا عن الاخبار اللي سمعتوها، بعيدا عن كل شيء. يا بدنا نشب مصطفى ابلع ميوت البث كله، ولا اقول لك ابلع 5 دقائق. ليش البث كله؟ فاللي صار حبايبي واساس المشكله مثل ما تعرفون اني مدير اعمال لابو عطوان كنت لفتره 3 سنوات تقريبا، انه انا كنت مدير اعماله ومسؤول على يعني اغلب الاشياء اللي يسويها، اذا مو اكثريتها اذا مو كلها. اكثريه الفيديوهات تنزل على اليوتيوب، اغلبيه المقاطع وافكارها والتجمع وغيرها، هاي الافكار كلها من عندي انا، يعني من كنت انا اسويه هنا، كنت اطهياه وغيره من هاي التفاصيل. انا كنت مدير اعماله ومسؤول عن كل شيء ينزله. بالنسبه لموضوع اعتزاله
صار كأنما مثل التحدي او طخ روس. فكنت انا ما طلب سالفه انه حبيبي والله خل اسوي تجمع. سوينا تجمع، نجا الحمد لله ساعه ولا وشي قليل انه يبقى، وتعرفون هذا الخريط اللي صار بعدين ماكو داعي كل يوم يعيده. ورا فتره شاف انه الدعم زباله من هاي تفاصيلها من الخريطه تعرفونه، ما يحتاج ارجع اعيده، فاعتزل، اعلن اعتزاله. اني طبعا لقى طلع ويا قناه اسم ولد، اسم القناه مالته فين بن احمد العفو، اللي هو اللي سوالي الساوند تراك او الراب. قال بنفسه اعترف، قال حتى الطائب نفسه كان ما مسؤول علي، العفو ما راضي على قراري، وهاي اصدقائه واهله. فاني من فتره اعتزاله بدت المشاكل تصير بيني وبينه، بدت تصير مشادات كلاميه، بدت تصير يعني مثل النرفزه بالكلام، بدت يصير يعني شلون تقول يعني واحد يقوب على الثاني بدون اي سبب، نرفزه صارت يعني مثل الحزازيه. ف بخصوص هاي الفتره احنا اللي ظلينا بيها نحكي ونقول انه هو كان معتزل، فاحنا كانت بيني وبينه على الخاص مشاكل هوايه، واغلبيتكم تتذكرون بايام البثوث لما كنت افتح واوضح اسباب اعتزاله، كنت اتعارك وياه بالبث قدامكم على البث بسبب موضوع الاعتزال، لان انا كنت مراضي واجد رافض هذا الشيء، كوني انا مدير اعماله ومسؤول على كل شيء يسوي، حرفيا كل شيء يسوي كنت انا مسؤول عليه، فما كنت راضي على هذا الشيء سواه ابد. لكن تقبلت الموضوع لانه كانت نفسيته تعبانه كل الزفت تحت الصفر، فقلت اوكي حر بقراره، تبقى هي قناته وانا مجرد مثل ما نقول صح انا مسؤول على كل شيء يقدمه، بس ما مسؤول على حياته الخاصه، هو كان يعاني بحياته الخاصه. ثواني يا ولد. ما اعرف منه. المهم فكانت اكو حساسيه بالكلام. انا قلت لكم كنت مسؤول عليه وكنت مسؤول على اغلب اللي يصير، ف قبلت الموضوع انه برايي الشخصي او رايي الخاص انه هذا الشيء دي يضره ما دي ينفعه، هو دي ياثر على نفسيته ودي يدمر من صحته، فقلت له اوكي نو بروبلم اعتزل. ف اعلن اعتزاله، صار طبيعي الوضع. ثواني بالله. المهم لك علاوة حبيبي شكرا على العملة. فقبلت الموضوع وظليت ساكت احتراما إله واحتراما للرأي الشخصي، لأن كان دي يمر بفترة تعبانة كلش. قلت اوكي نو بروبلم خلي براته. لكن الموضوع صار عبارة عن تحدي. اغلبيتكم شفتوا انه اني قلت او كنت متوقع انه اذا صعدت قناته ل3 ملايين وكلكم يعني كنت متوقع بيكم اكمل انه اتوقع بيكم اكل شيء، متوقع بيكم امل انه توصلون قناته، لكن يعني ما وصلتوا وانتهى، وكان التحدي انه اذا وصل وهاي هو كان يعرف كل زين، فحبيبي والله. المهم شكرا حبيبي العقيد تسلم لي. المهم هذا مو موضوعنا. المهم اجت الاحداث وصلنا لهاي الفترة اللي هي قبل تقريبا شهر تقريبا. بهاي الفترة ابو عطوان قال حتى لو وصلت ممكن يفكر انه حتى ما يرجع ابد. يعني ليش يابا؟ لانه خلاص المتابعين هم احنا قلنا لهم عمي اذا تحبون. المهم حتى على البثوث بوقتها كان ماخذ بخاطر مالتكم، لان البثوث انتم ما تتواجدون وغيرها وغيرها وغيرها. ف وراها بدأت تصير الحزازية والمشاكل. يابا يعني انا اريده يرجع، ما الكذب عليكم انه قلت يعني اوكي خليه يعتزل، بس بلكت الفترة من الفترات انه شلون يشتاق لهذا الموضوع، يشتاق لليوتيوب وهاي الامور، فكان يعني تأثير عليه كانما لا شيء، كانما انا ماكو، كانما مو صديقه قبل ما اكون مدير اعماله، كانما مو مدير اعماله قبل لا اكون صديقه.
كانما مو اثنين، او كانما مو صديق المقرب قبل ما يكون مدير اعمال. المهم، فمختصر مفيد اللي صار مشكلة او خلاف، هي مو مشكلة، خلاف على موضوع الاعتزال مالته ورجعته لليوتيوب. هذا الخلاف ادى انه الى مجريات الخلاف ادت انه كل واحد بعد يعني ماكو تفاهم، ماكو تنسيق بيناتنا، ماكو تفاهم، ماكو شيء يخلينا يعني اقدر اوصل اللي اريده اليه واخليه يعوف هذا الموضوع، ولا قدر يعني ما قدر لا يوصل لي اللي يريده ولا انا وصلت اللي اريده، فماكو صار تفاهم. فهذا الخلاف ادى انه خلاص يا ابن الناس، انت صديقي واخويا وتحياتي لك، وكانت عندك مواقف حلوه وياي من هاي الامور، ومن تكمله هذا الحكي الى ان انت بطريق وانا بطريق اخوي. اوكي، ماكو اي مشكله، هذا قرارك وانت حر بيه، ويعني الدنيا ما واقفه على حد. صح، هو صديقي واعز انسان علي وقدوتي ايضا، واحبه واعزه واحترمه، لكن يعني الخلاف كان قاسي، ومثل ما نقول كانت ايضا اكو تراكمات تبعات لهذا الخلاف. كانت اكو مشكله بين فلان ومشكله ويا فلانه، زين، كنت تتعارك ومنا المهم صارت خلاف. هاي المشكله صارت حبيبي والله، وتوصلنا للحل انه احنا ما نرهب بعد نبقى سوا، كل واحد يشوف طريقه احسن، هو بعد يسوي اللي يريده وانا اسوي اللي اريده، ولا إلي علاقه بي ولا إلي علاقه بي، وكل واحد بطريقه نبقى اخوان وبيناتنا سلام عادي. لكن خلاص يعني حبيبي والله ما نقدر بعد نبقى سوا، ما نقدر يصير تفاهم بيناتنا، ما نقدر اوصل له اللي موجود بداخل عقلي من الافكار، ولا هو يقدر يوصل لي اللي يريده ويقول لي اللي يريده وغيره من هاي الامور. وحبيبي والله، فكان مختصر الكلام اللي ينشرونه يقولون انه حيدر من دق بابو عطوان، ما ادري ابو عطوان ضارب بوره حيدر، ما ادري ابو عطوان، ما ادري حيدر دق النقص ابو عطوان، من هاي الامور، هاي الاقاويل والكذب وما ادري شنو. فالحكي عباره عن خريط حبايب قلبي، مالكم داخل باللي يقولونه، عليكم بالحكي اللي انت. اي واحد يسال شنو القصه المشكله مال ابو عطوان، حبيبي روح اسال، لا تعتمد على كم واحد يقول. روح شوف الفيديو مالته انا منزله على اليوتيوب، او الشباب اللي يصورونه هسه راح ينزلونه. ماكو اي خلاف يعني شخصي بيني وبينه بحيث اكو زعل قوي، لا، اكو زعل واكو خلاف، بس مو هذاك اللي يخليني انا اكرهه وهو يكرهني، لا، انا على الحد الان اعزه واحترمه واحبه والى كامل الريسبكت، هو يعزني ويحبني ويحترمني والي كامل الريسبكت من عنده. نبقى اخوان بيناتنا سلام طبيعي، يحتاجني اجي، يحتاجه يعني وقفات من هاي الامور، لكن علاقه سطحيه. وايضا كل واحد بطريقه، بعد لا لي علاقه بي ولا بثوثه ولا بفيديوهاته، سواء رجع لليوتيوب او ما رجع، الشي ما يخصني، بس ان شاء الله اكو اخبار حلوه. بالنسبه تقول لي هل كانت المشكله اسباب شخصيه؟ لا، زين، اغلبيتكم الطب تتجاوز علي، طبعا انا ما سكتت، يعني من النوع تعرفون كل الزين، من النوع اللي ما احب اسكت. اغلبيتكم تقول انت يا ما ابو عطوان ما حد يعرفك من هاي الامور. شوف حبيبي، خل اقول لك شيء، ابو عطوان صاحب فضل علي، بس مو ذاك الفضل اللي يقول لي يوم هو ما حد يعرفني، لا حبيبي غلطان. انا انسان صانع محتوى، عندي محتوى جاي اقدمه، وجاي الناس تتابعني على مود المحتوى مالتي، وجاي ارقام تزيد على مود المحتوى مالتي، فاهم غلط. ولا تنسى انت تقول ما طبعا ما حد يعرفك، فاهم يعني. خل اوضح لك شغله، انت هيك حاب اقول لك ترى مدير اعماله كنت، وانت قيس مدير اعمال ابو عطوان، ابو عطوان كنت مدير اعماله ومسؤول عن اغلب فيديوهاته وتحركاته والامور اللي يسوون الافكار. فقبل ما تمضرط اعرف شنو قيمتك واعرف شنو قيمتي، مع احتراماتي للموجودين البث وللكل وللزينين، احكي على هذول اللي يتجاوزون. بالنسبه لي يقولون مشكله كبيره، هي نوعا ما كبيره، بس انتهت بالتفاهم
وانه خلص يا ابنة الناس انت بطريق وانا بطريق وحبيبي والله. ممكن ولو نسبة ضئيلة كلش انه بالمستقبل نرجع سوا واحسن من قبل، ممكن ما ندري بالمستقبل البعيد حسب الظروف الحالية، بالمستقبل البعيد وممكن، ونسبة ضئيلة كلش يعني مو اكيد وحبيبي والله. فهاي المشكلة باختصار، موضوع أعيده بكل اختصار. الخلاف اللي صار بيناتنا كانت له تبعات، وهاي التبعات صار لها فترة كلش هواي. كان الانفجار سببه انه خلاف، مشكلة صارت بخصوص موضوع اعتزاله، وهذا الموضوع ادى انه كل واحد بعد ما يقدر يكمل ويتناسق ويا الثاني ما صرنا نفس قبل. فهو بطريق وانا بطريق، وكان الله يحب المحسنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا جزيلا. هاي المشكله باختصار، لا حد يجي منظرته بالتعليقات طبعا عطوان صاحب فضل عليك، ماكو شيء يستوجب انه انت يصير هذا التجاوز. ما حد ناكر فضل ابو عطوان، ما حد متجوز ولا مقلل من قيمه ابو عطوان. اقول لكم انا الى كامل الريسبكت الى شخصيا، وهو الى كامل الريسبكت الي شخصيا. فيعني ماكو اي تجاوز، ماكو اي سوء فهم ومشكله وسوء خلاف صار بيناتنا. انتهى بالتفاهم وانه كل واحد يروح بطريق، ما نقدر نكمل سوا بعد، لا اني ولا هو نقدر نكمل، لا انا افهمه ولا هو يفهمني، ماكو صار تناسق بيناتنا. فهو حر بسيرته، يريد يعتزل يريد يبقى. فتفسير الاستوريات مالتي عبالهم انه انا اقصد هذا بعطوان، بالعكس انا اعزه واحبه واحترمه الى كامل الريسبكت، بعيد عن الخلاف والمشكله اللي بيناتنا. لكن ما نقدر نكمل سوا، وما عدا اي ما مقلل من قيمته ابد. وماكو داعي تيجي تمضر طيب بالتعليقات تقول لي يا ما ابو عطوان وانت منه ما ادري شنو. تريد الغي المتابعه، ما يهمني يعني، حياتي وقناتي وحساباتي ماكو على لايك من عندك او متابعه من عندك، فتول ماكو سوا حبيبي وحبيبي والله. هاي المشكله باختصار حبايب قلبي. اتمنى تتاكدون من الاخبار ولا حد يحكي وينشر اشاعات بكيفه. هذا اللي انا قلته اللي صاير، ما اقدر ادخل بالتفاصيل بالضبط، ممكن ويا المستقبل نحكيهن ما ندري، وممكن نسبة ضئيلة انه نرجع سوا ما ندري، نسبة ضئيلة. وبالمدى البعيد ممكن بالمدى القريب ما ندري زين، لكن نسبة ضئيلة. تفاصيل ما اقدر احكي اكثر بعد من هذا. كل انسان له خصوصيته، انا لي خصوصيتي، هو له خصوصيته. يجوز انا عادي احكي بس هو يجوز ما يحب يعرفون الناس سبب المشكله يعني تفاصيل مالتها. فانا احتراما له تقديرا له ماكو داعي عاد اكمل. حبيبي والله احب احترمه اعزه الى كامل الريسبكت، يحبني يحترمني يعزني الي كامل الريسبكت. لكن خلاف ومشكله بيناتنا صارت بسبب موضوع الاعتزال. انا ما اريد اعتزل، هو مكمل بالاعتزال، وايضا بعض الامور. وحبيبي والله من ضمنها يعني جزء اغلبيتكم بسبب منها مشكله صارت ويا منها. المهم فهاي باختصار الوضع حبايب قلبي. ولهنا وصلنا نهاية هذا الفيديو، ان شاء الله يكون يا رب يعجبكم. اتمنى تشتركوا بالقناة وتخلون لايك، ولا تنسون هدفنا ونوصل 100,000 مشترك باسرع وقت ممكن. وطبعا هذا الفيديو شباب اللي تشوفونه على اليوتيوب هو من البث المباشر، فاللي متابعني على التيك توك ينزل يتابعني على التيك توك، حسابي اسمه حد الطاي. وايضا على الانستغرام موجود حسابي انشر بيه كل شيء اول يومياتي. ايضا اسمي على الانستغرام موجود، رابط كل شيء بالدسكربشن جوا. وحبيبي والله بس كان معكم حد الطاي، مع السلامة، باي باي. واي واحد يريد يلغي الفولو من هسه الغي حبيبي، يعني تحياتي لك ما يهمني. واللي يريد يبقى على راسي انزل خلي لايك واشترك بالقناة. وكان معكم حد الطاي، مع السلامة باي باي. يلا كافي.